بيبدأ الفيلم بسفينة ماشية في وسط البحر، وبيكون واقف نايجل ومراته فيونا مستمتعين بمنظر البحر، وبيتمشوا في السفينة لحد ما فيونا بتقول لنايجل ثواني هخش الحمام، بس بتتأخر جوه. ولما نايجل بيدخل عليها بيلاقيها مع بنت جميلة جدا بس بتعيط ودايخة على الآخر وبترجع، وبيخرجوها بره الحمام علشان تشم شوية هوا، وبيقولوا لها إنهم رايحين الهند، وهي بتقول لهم أنا رايحة أي مكان بعيد عن هنا. بعد شوية نايجل وفيونا بيتغدوا مع واحد وبيقول لهم كل حاجة وحشة عن الهند، بس هما مصرين يقضوا عيد جوازهم هناك، وهو بيضحك عليهم. وبالليل بقى فيونا بتشرب كاس مع نايجل وبتقول له عايزة أنام، وبيوديها أوضتها وبيرجع هو البار. وهناك في البار بيشوف صاروخ أرض جو بيرقص على المسرح، وبعدين بتيجي تقعد جنبه وبتطلع البنت اللي كانت بتعيط في الحمام الصبح. ولما بيحاول نايجل يكلمها بيلاقيها بتدلع عليه وبتستعبط وبتقول له تعالى نرقص، وبيقول لها ما بعرفش، فبتقول له طب قول لي نكت، وطبعا دمه بيطلع مش خفيف خالص، فبتسيبه وبتخرج. ونايجل بقى بيخرج هو كمان يتأمل في البحر لحد ما بيدخل عليه راجل على كرسي متحرك وبيحذره منها، وبيقول له انا جوزها وهي السبب اني اقعد على كرسي متحرك. وبعدين بياخده لأوضته علشان يحكي له قصة حياته معاها، وبيبدأ بقى الراجل ده يحكي له القصة، وانه بيكون راكب اتوبيس وبيقرا جورنان ومركز مع البنت الجميلة اللي لابسة فستان احمر ومش لاقية تذكرتها، فبيعمل معاها حركة جدعنة وبيديها تذكرته وهو بينزل من الباص. وبعدين الراجل بيحكي لنايجل انه ورث فلوس كتير وسافر باريس علشان يبقى كاتب، بس مش بيقدر يكتب اي حاجة كل ما بيفكر في البنت بتاعة الاتوبيس، وبيفضل بقى يراقب نفس الباص اللي كانت فيه كل يوم على امل انه يشوفها. وبيوصل بيه الموضوع انه بيروح لبنت شغالة في محل ملابس وبيعزمها على العشاء، وهم هناك على العشاء بيشوف الويتر وبتكون هي البنت اللي بيراقبها، وبيقوم وراها بسرعة وبيطلب منها يتعشى معاها بكرة، وهي بتوافق، وبيكون اسمها ميمي، وبيروح يقابلها في مركز رقص إيقاعي وبيفضل مستنيها لحد ما تنزل، وبياخدها للمطعم. ولما بيخش عليهم الويتر بيخلوه هو يختار لهم الأكل، وبيفضلوا قاعدين في وش بعض ما بيتكلموش وبيشربوا سجاير وبيضحكوا. ولما بتعرف إنه كاتب بتقوله خليني أقرأ كتابك وهرقص لك. وبينزلوا في الشارع وبتفضل ميمي تلعب زي العيال الصغيرة، وبيقضوا اليوم كله مع بعض لحد الصبح. وبعدين بياخدها البيت بتاعه وبيعمل لها هوت شوكليت، بس مش بيشربوه، وبيعملوا حاجات عيب مع بعض وبيقضوها رومانسية ومراجيح وشقلباظات وقلة أدب. وبعدين بتحلق له دقنه، وبعدين بيناموا مع بعض تاني. وبعدين نايجل بيزهق وبيتعب من القصص وبيقول له كفاية قوي كده أنا هرجع أنام. وبيرجع نايجل لفيونا وبتكون نايمة، والصبح بيحكي لها على كل حاجة الراجل قالها، وكمان بيقول لها إنه قابلها امبارح وكانت كويسة. وهم في المطعم بيلاقي إن الراجل وميمي جايين ناحيتهم وبيعرفهم بنفسه، وبيكون اسمه أوسكار، وبيفضل معاهم لوحده، وميمي بتسيبه وبتروح تفطر مع القبطان. وبيفضل أوسكار يعاكس فيونا قدام جوزها وبيقول لهم إنه نفسه السفينة تغرق ويروحوا جزيرة معزولة. وبتيجي ميمي تقعد معاهم وبتبدأ تحتك بنايجل، وبعدين بتاخد أوسكار وبيمشوا. بس أوسكار بيطلب من فيونا إنها تسيب نايجل يروح له تاني بعد الظهر، وبيروح نايجل يسمع باقي القصة بتاعت أوسكار، وبيحكي له أوسكار عن شكل ميمي زمان وعن جسمها. ونايجل بيتضايق وبيكون مش عايز يسمع، بيقول له عيب عليك تقول تفاصيل حياتك كده. وبيرجع أوسكار يحكي له قصة غيرها، وإنه في مرة جرب يغير شكل العلاقة مع ميمي وربطته في كرسي، ودخلت عليه ببدلة جلد أسود وقطعت له هدومه ووقعته على الأرض بالكرسي، وبعدين عملوا حاجات عيب. وبعدين بيحكي له عن فترة البعد بقى بينهم، وإنهم زي السمك الزينة وكل واحد بيقضيها مع نفسه. وفي مرة في ديسكو بيشوفها خدت شاب مفتول العضلات وبترقص معاه رقص ساخن، وهو بيغير قوي وبيسيب المكان وبيمشي. ولما بترجع له بتلاقيه مطنشها وقاعد بيتفرج على التلفزيون. وبعدين بيتخانقوا بس هي بتتحايل عليه يسامحها وبتفضل تعيط، بس علاقتهم بتبدأ تبوظ وبيعملوا حاجات غريبة جدا. وبتقطع القصة بميمي وبتدخل عليهم الأوضة، ونايجل بيخرج وبيرجع لفيونا وبياخدها وبيخرجوا يقابلوا الراجل الهندي وبنته. ونايجل بيسيبهم علشان يروح يجيب لفيونا حاجة من الأوضة، بس بيقابل ميمي وبتقول له كلام أوسكار مش كله حقيقي وبتحتك بيه تاني، وبيقول لها مش فاضي. وبيرجع لفيونا بالجاكيت علشان الجو برد، وبعدها بيروحوا يلعبوا كوتشينة مع 2 عواجيز. بس نايجل بيقوم وبيقول لفيونا إنه رايح لأوسكار تاني، بس ساعتها بيروح لميمي وبيفتح الباب وبيدخل بيلاقي أوسكار نايم في السرير وعامل فيه مقلب،
ونايجل بيتضايق، واوسكار بيقول له اقعد هكمل باقي القصة، وبيحكي له ان ميمي ما بقتش تسيره زي الاول. وفي مرة بيكون هيقابل مديرة نشر علشان الكتاب بتاعه، وبيلاقي ان ميمي لابسة فستان ما ينفعش تلبسه وبيتعصب عليها. وفي البيت بتفضل ميمي واوسكار يتخانقوا مع بعض، وهي بتقرر تحضر شنطتها وتمشي وهو ولا على باله. بس ميمي بتفضل تعيط وبتحضنه وبتقول له ما تسيبنيش امشي، وفعلا بيخليها معاه. بس العلاقة بينهم بتكون وحشة جدا وعلى طول خناقات، لحد ما في مرة بيضربها بالقلم وبيرميها على الأرض، وبيلاقيها أغمى عليها وبيقلق عليها وبيتصل بالإسعاف. بس بتكون صحيت وقتها وبتضحك لما بتلاقيه مهتم بيها، وبيرجعوا تاني يخرجوا مع بعض وعلاقتهم بتتحسن شوية. بس أوسكار بيبوظ كل حاجة تاني وبيقول لها إن علاقتهم ما بقتش جميلة زي الأول ولازم ننفصل. وميمي بتعيط وبتقول له بس أنا بحبك، وبيرفض أوسكار يكلمها، فبتسيبه وبتمشي وهي بتعيط. وبيفضل واخد راحته على الآخر لحد ما في مرة بتتصل بيه وبتقول له إنها مش قادرة تعيش من غيره. وهو بعد المكالمة دي بيفضل يفكر إذا كانت بتتكلم بجد ولا لأ، لحد ما في مرة بيكون بره وبيرجع بيلاقيها نايمة قدام الباب وعمالة تعيط، وبتتحايل عليه يسمعها وبيكون رافض. بس لما جاره الرخم بيخرج بيدخلها معاه وخلاص، وجوه بتقول له إنها مش هتعرف تعيش من غيره، بس بيحاول يطردها، بس بتفضل تعيط أكتر وبتقول له خليني معاك لو حتى هبقى خدامة عندك. وبصراحة كده صعبت عليا. وأوسكار بيفكر في عرضها وبيقبل يخليها معاه، وبيعمل معاها قلة أدب وبيخليها تحضر له الأكل. وفي مرة بتعمل له ديك رومي وبيشتمها علشان اتحرق وبيكسر قلبها. وبيكون أوسكار في حفلة مع بنات تانية وميمي موجودة، وبيفضل يتريق عليها قدام البنات وبيقول لها ادخلي حطي ميك اب علشان تبقي شبه الكلبة بتاعت جارنا، وبيفضل برضه يتريق عليها. وبتستمر الأيام وأوسكار بيعامل ميمي وحش جدا، لحد ما في مرة بيعرف إنها حامل منه وهو مش فارق معاه غير الكتاب اللي بيكتبه، وبيطلب منها تنزل الطفل، وفعلا بتنزله. وبياخدها أوسكار في رحلة وعلى الطيارة بيسيبها وبينزل من الطيارة وهي بتسافر لوحدها. ونايجل بقى بيخرج بعد القصة وبيلاقي ميمي بره وبتكون زعلانة جدا وبيواسيها بطريقته، وبعدين بتسيبه وبتدخل لأوسكار. وبيرجع نايجل لفيونا وبيلاقيها قاعدة مع واحد تاني بيضحكوا وبيشربوا مع بعض، وبياخدها وبيرجعوا الأوضة. وبتكون فيونا غيرانة من ميمي وفاكراه بيروح عشانها. وتاني يوم بيلاقي فيونا تعبانة وبتفضل تتخانق معاه علشان ميمي تاني، وبيتعصب وبيخرج يروح لأوسكار يسمع باقي القصة. وبيحكي له بقى إنه بعد ما خلاص نسي ميمي وكان مقضي حياته مع كل البنات ومقضيها علاقات مع واحدة مختلفة كل يوم، بس بعد سنين من الفرهدة واللعب بيكون خارج مع بنتين، وبينزل من التاكسي عربية بتخبطه ومحدش بيسأل عنه في المستشفى غير ميمي، وبيطلب منها ما يشوفهاش تاني وبتسيبه وبتمشي. بس قبل ما بتمشي بتوقعه وبتبوظ له رجله خالص. بعدين بقى بتروح له ميمي وبتقول له عندي خبرين ليك، واحد حلو وواحد وحش. اول خبر انك هتفضل مشلول طول حياتك. فبيقول لها طب ايه الخبر الحلو؟ فبتقول له ميمي هو ده الخبر الحلو، الوحش اني انا اللي ههتم بيك طول حياتك. ومن ساعتها هي معاه في كل مكان وبتعمل له كل حاجة وبتبوظ له حياته وبترد فيه كل اللي هو عمله فيها. وفي عيد ميلاده بتجيب له هدية مسدس. وفي مرة تانية بتحكي له ان العملية اللي عملتها علشان تنزل ابنها هتخليها ما تخلفش تاني وهو السبب. وبتفضل ميمي تحميه وبتكون بتتكلم في التليفون وهو بيزحف ملط وراها. وفي مرة تانية بتعزم الشاب اللي كانت بترقص معاه في الديسكو قبل كده على العشاء، وبترقص معاه تاني قدام أوسكار، وبعدين بتاخده الأوضة علشان يعملوا حاجات عيب قدامه. وبعد كل ده بيتجوزوا وبيفضلوا مع بعض من ساعتها، ودي نهاية قصته. ونايجل بيخرج من عنده وبيرجع لفيونا بيلاقيها نايمة وتعبانة زي ما هي، فبيروح حفلة على السفينة وبيقابل ميمي وبيرقص معاها. وبعدين بيحصل خناقة في الحفلة وكله بيضرب بعضه، وميمي بتاخد نايجل من ايده وبيرقصوا سلو وبيقول لها انه بيحبها. وساعتها بتقول له مراتك بس علينا، وبيشوفها وبيروح لها وبتكون كويسة وعايزة تشوف نايجل بيعمل علاقة مع واحدة تانية. وبعدين بتقوم فيونا وبترقص مع ميمي ونايجل مش بيبقى مصدق نفسه. وبعدين ميمي بتاخد فيونا لفوق ونايجل بيتعصب على أوسكار وبيخرج بره السفينة وبيفضل يزعق تحت المطرة. وبعدين بيروح الأوضة بتاعت أوسكار بيلاقي ميمي نايمة مع فيونا مراته، وأوسكار كان بيتفرج ونايجل بيتعصب عليه وبيخنقه، بس أوسكار بيهدده بالمسدس بس مش بيقتله، وبيقتل ميمي وبينتحر، وبيفضل نايجل مع فيونا. وبتكون دي نهاية فيلمنا النهارده.